ازيكم يا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. البري بيزكس هي سلسلة هدفها ان هي تعرفك على الاساسيات وفي نفس الوقت تمهدك للبيزكس بحيث ان ايدك تكون اشتغلت وعينيك شافت الشغل وكده. طيب، هنخش على virtualbox.org وهننفذ العملي النهارده بتاع الفيرشواليزيشن. هنخش على داونلود وهننزل الابلكيشن ده اللي هو فيرتشوال بوكس، وده هيساعدنا ان احنا نعمل في ام مكنه صغيره فيرتشواليزد. هتنزل النسخه اللي بتناسبك من هنا. انا بستعمل ويندوز فهنزل دلوقتي ويندوز. هتستنى البرنامج ينزل وتبدا انك تعمل له سيت اب زيه وزي اي برنامج عادي خالص. نكست فينيش. تمام. واول ما البرنامج ينزل هتفتحه، هيفتح معاك الصفحة دي الصفحة الأساسية بتاعته. وهنا يعني مفيش شغل كتير، ايكونز فوق، نيو، اوبن، بريفرنس. ممكن تقعد تتست الحاجات دي. احنا هنضغط على نيو وهنا هيفتح لنا البوب اب دي، هنكتب فيها اسم الماكينة اللي احنا عايزين نشتغل عليها. هنشتغل على لينكس. تمام. انا حابب اغير بس مكان الفي ام فولدر، هختار المكان ده وبعدين هختار الايزو ايمج. انا حابب ان انا اسطب معاك النهارده زورين. وزورين هو لينكس عادي خالص، ولكن الواجهه بتاعته بتشبه الويندوز، فانت تقدر تنزله من zorin.com وبتقدر تختار اي نسخه من الاتنين دول. بعدين هو اوتوماتيك عرف ان انت مختار لينكس، وهو بيزد على اوبونتو النسخه 64 زي ما احنا شايفين. وبيدي لك اختيارات تانية لو انت بتستعمل نسخة تانية او حاجة تانية. بعدين هنا بيدي لك شوية اوبشنز. هنخش على الفيرتشوال هاردوير وهنا بتقدر انك تختار الميموري والسي بي يو تحجزها للماكينة بتاعتك، وهي بتكون بيزد على الهاردوير الحقيقي. يعني احنا دلوقتي عندنا 24.5 جيجا رامات، وعندنا برضو 8 سي بي يو 8 كور. فاحنا الجزء الاخضر ده هو الجزء الاوبتيمال اللي ينفع تشتغل فيه. الجزء الاحمر هو بيكون هيأثر على شغل الجهاز الاصلي بتاعك وممكن يخليه بطيء او ممكن حتى يعمل له فريز. طيب، احنا هنختار 8 جيجا رام للمكنة بتاعتنا و2 فيرتشوال سي بي يو. بعدين هندخل على الهارد ديسك وهنا نفس الوضع، هو بياخد من الهارد ديسك الخاص بيك. هنا احنا هنخليه 40 جيجا. وعايز اتكلم عن البري الوكيت فول سايز، ودي لو علمنا عليها هنا في الحالة دي الجهاز بيبدأ ان هو يحجز ملف كامل للهارد ديسك، واي حاجة جديدة انت بتضيفها جوه الماكينة دي هو بيتكتب جوه الهارد ديسك وهو محجوز اوريدي. تمام. طيب، لو معلمناش عليها فهو في الحالة دي بيكون حاجز حاطط في عقله كده ان هو المكنة دي الماكسيمم بتاعها 41 جيجا، 41 45. فانا هبدأ كل ما يجي ملف هكبر السايز بتاع الديسك، كل ما يجي ملف هكبر السايز بتاع الديسك. ولكن انا مش هحجزه مرة واحدة لحد ما يوصل الفول سايز. الميزة بتاعت ان انت ما تعلمش عليها انه بتسيب مساحة انك تستعمل الهارد ديسك، خصوصا لو مفيش مساحة كافية. كويس. هنا لو حابب انك تختار انواع اخرى من الهارد ديسك، بس انا بحب اخليها الديفولت. الاوبشنز اللي تحت دي لو حابب انك عندك الهارد اوريدي من ماكينة تانية عايز تختاره هنا ممكن. وتقدر انك تكريت الماكينة من غير هارد ديسك. طيب، دلوقتي هو عرض لنا كل المعلومات بتاعة الماكينة وده اسمها اهو. لو دوسنا كليك يمين فهو هيجيب المعلومات الخاصة بيها وفي ستارت، بس انا هضغط ستارت من فوق. دلوقتي هنفتح الفيموير ورك ستيشن عشان نشوف مدى تقارب الفكرة. هنضغط نيو ماشين. بعدين هنعمل نيكست، هنختار الديفولت عادي خالص. هنلاقي ان هو هنا برضو عايز الايزو بتاع الماكينة اللي احنا عايزين نشغلها. نختار زورين برضو نفس كل حاجة. بعدين هنعمل نيكست. هو هنا ملقطش لوحده فاحنا هنختار لينكس وهنختار اوبونتو 64.
هنضغط next وبعدين هنا هيطلب مننا البروسيسورز. هو باي ديفولت جاب 2 فانا هقول له اوكي. بعدين هنا الميموري نفس الكلام وانا هختار الميموري ديفولت 4. هنا سألني عن النتورك، هناك ما سألنيش. باي ديفولت هناك نات، اما هنا برضو الديفولت نات بس ليا اوبشنز تانية. بعدين بيسألني على الهارد ديسك، انا عايز التفاصيل بتاعته. انا هختار ديفولت عادي خالص، وبرضو هكريت نيو فيرتشوال ديسك. هكبر بس الديسك شوية، وعايز اقول ان allocate all disk space now احنا شرحناها من شوية، هي نفس الفكرة تماما. تمام. وهنا بس مديني اوبشن ان انا اسجل الهارد ديسك كفايل واحد او اكتر من فايل. بعدين بقول له اوكي. هو بيديني الاوبشن ان انا اختار الاسم، وقال لي فينش. قلت له فينش، فتح لي هنا برضو معلومات الداتا، واقدر ادوس ستارت من هنا. هنا على في ام وير الماكينة بتبدأ ستارت. ونفس الكلام موجود على الفيرتشوال بوكس، اداني نفس الداتا تقريبا. الماكينة فتحت على الجهازين. هنخش دلوقتي نجيب المعلومات الخاصة بزورن من الاتجاهين عشان نبدأ نقارن بينهم ونشوف هل في فرق ولا لا. هنا المعلومات الهاردوير موديل قال لي في ام وير لان هو اللي عامل له فيرتشواليزيشن. ولما فتحنا من على الفيرتشوال بوكس هيقول لي هنا ان هو فيرتشوال بوكس علشان خاطر هو فيرتشوال بوكس اللي عامل. ودي المعلومات كاملة مقارنة بين الجهازين وبعض. هنلاقي هنا الميموري بس ما ظبطناهاش نفس الحاجة، بس كل حاجة تقريبا متشابهة ما عدا الفروق اللي لها علاقة بالفي ام وير او اوراكل. وهنلاقي ان البروسيسور هو نفس البروسيسور لانه هو واخد 2 كور، كل مكنة واخدة 2 كور من الجهاز الخاص بيا، فهو نفس المعلومات. طيب زي ما شفنا يا شباب، احنا دلوقتي عرفنا الكونسبت بتاع الفيرتشواليزيشن، وهو ان انا عندي الجهاز ده هو جواه بروسيسور، الرام، والهارد ديسك او الاس اس دي، وكل الحاجات دي هو الفيرتشواليزد ماشين هي بتحجز منها جزء او بتاخد منها جزء علشان خاطر يبدأ ان هو يحصل الفيرتشواليزيشن. وانا قصدت في الفيديو ده ان انا اجيب 2 ابليكيشنز للفيرتشوال ماشين علشان خاطر نعرف ان احنا لو فهمنا الكونسبت هنلاقي ان البروسيس هي واحدة، وهنلاقي ان الفيرتشوال بوكس او في ام وير هي نفس البروسيس في تكوين ماكينة جديدة. فانت لو عايز تعمل كلاود هي نفس الفكرة. لو انت عرفت الكونسبت هيبقى الفرق بين الفيندورز بسيط وسهل انك تتعلمهم كلهم. طب ماذا لو ما اشتغلتش؟ يعني جات لك رسالة زي دي على في ام وير او رسالة زي دي على الفيرتشوال بوكس، نعمل ايه؟ انا بحثت وجبت الصفحة دي. لو جهازك موجود من دول وتقدر تنفذ نفس الفكرة تمام. ما كانش ممكن تدور على جوجل او يوتيوب ازاي تفتح الفيرتشواليزيشن على الجهاز بتاعك، واكتب الموديل بتاع جهازك. طيب عشان نفهم القصة دي بسرعة، احنا عندنا جهاز الكمبيوتر ده وفي جواه بروسيسور. كويس. البروسيسور ده مثلا نفترض ان هو من انتل او ام دي، بيكون جواها الاوبشن ان انت تفتح الفيرتشواليزيشن. كويس. الفيرتشواليزيشن هو اللي بيساعدك انك تعمل الفي ام زي اللي احنا عملناها من شوية كمثال زورن. ولو هو مقفول فالماكينة دي مش هتفتح، فهو بيديلك الاوبشن ان انت تعمله enable او disable من البايوس من بره قبل ما الويندوز يفتح. كويس. فاللي بيحصل ان هو لو disable انت بتخش على البايوس وبتخش تشوف مكانه فين في السيستم او في السكيورتي، وتبدأ انك تعمل له enable. وفي الحالة دي لما تعمل ريستارت للجهاز وتخش تشغل الماكينات هتلاقي ان هي اشتغلت زي ما شفنا مع بعض في الفيديو. وبكده نكون خلصنا. بس اشوفكم على خير، مع السلامة.